السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. واليوم غنقدم لكم واحد الكيكه اللي كتكون من 3 طبقات وهي حال المرايه، ولا غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله 2 بيضات، وغنحتاجوا فيها واحد اليوغورت صغير ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السنيده. عندنا 5 المعالق ديال الفورص، وعندنا واحد الخماره، وعندنا واحد الساشيه ديال الشكلاط. بسم الله على بركه الله. غادي دابا نديروا البيض. بسم الله. وغادي نخوي السنيده، نطربوا السنيده مع البيض. دابا غادي نزيدو الزيت، غادي نزيدو هاد المعلقه صغيره ديال دانون، يعني دانون صغير. غادي نزيد دابا الفورص، العشق الاولى، الثانيه، الثالثه. دابا من بعد ما درت 3 ديال المعالق ديال الفورص، غادي نزيد دابا غادي نشوف شحال غادي نزيد. 4 5 المعالق. وغادي نزيد هاد الساشيه ديال الخميره، والفورص ضروري انا غربلتو، يعني ضروري ما نغربلوه. الخميره حتى هي كنغربلوها كما كيكونوا في هذوك الحبيبات وداكشي كيتحيدوا. وغادي ناخذ هاد الساشيه ديال الشوكولاط حتى هي نديرها. يعني كيجي هذا هو القوام ديالها بحال هكا. دابا غادي نمشي ندهن المول اللي غادي ندخل الفران، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا هو المول كنت غادي ندهنو بشويه الزبده ورشوه بشويه الدقيق. الساعه لقيت عندي الكاغيط ديال الزبده ودرت ليه غير الكاغيط ديال الزبده، يعني عندكم الكاغيط ديروه، ما عندكمش غادي ندهنو بشويه الزيت ولا بشويه الزبده وترشوه بشويه الدقيق. دابا غادي نديرو في الكيكه في المول وغندخلو للفران، وغيكون الفران ديجا مشعلينو، يعني يكون الفران سخون على 180 درجه، كونوا مسخنينو من قبل. بسم الله. هذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي، راه كتبان لكم غير قليله، ولكن حنا ما بغيناهاش تكون كيكه طالعه، يعني غادي تكون غير حتى غتجي على كما قلت لكم 3 ديال الطبقات. دابا غندخلها للفران وغنشعلوا ليها كما قلت لكم غير لتحت حتى تبان لينا طابت، وغادي نخرجوا تقريبا واحد ربع ساعه وغادي نخرجوها. ودابا ملي درنا الكيكه طيب في الفران، غادي ندوزو للطبقه الثانيه، واللي غادي نحتاج فيها 2 ديال الساشيات ديال النيدو، غنحتاج فيها 4 ديال دانون مسوس، وغنحتاج فيها كاس ديال الماء ديال العنبه، يعني ما عامرش في هذا القياس هذا، وغادي نحتاج فيها عاشق ديال السنيده. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ هاد المعلقه ديال السنيده، معلقه كبيره ديال السنيده، وغادي ناخذ هاد 4 ديال الياغورت، يعني زبادي بدون سكر، غادي نزيد هاد الماء حتى هو، وغادي نخلطو كلشي.
دابا الكيكه هي ما داش لينا الوقت بزاف، كما قلت لكم ربع ساعه او اقل، حيت ما كتكونش كيكه كثيره، كيكون غير النص ديال الحجم ديال الكيكه العاديه. بالنسبه للقوام ديال هذا كيكون بحال هكا، ما درتش الكاس كله يعني بقى منه قد هكا. دابا غادي نخويها هنا فوق هاد الكيكه وغادي ندخلها الفران، نشعلها غير من الفوق حتى تبان لينا هاد الطبقه الثانيه ولات ماشي تحمر، غير تجمع راسها نحسوا بها قساح صافي نطفيو عليه. وغادي ندوزو باش نديرو الطبقه الاخيره الثالثه والاخيره. دابا كما قلت لكم غادي نشعلوا ليها غير الفوق، ماشي تحمر، غير كما قلت لكم غير تجمع لينا، نحطوا عليها صبعنا نلقاوها مجموعه، نلقاو يعني قساحت ونخرجوها، ونخليو الحراره ديال الفران نيت على 180 ونشعلوا عليها غير في الفوق ان شاء الله. ناخذ السنيده وغادي ناخذ هاد نسكافيه يعني قهوه 7 الدبابه، وغادي ناخذ الساشيات وغادي دابا نديرها فوق البوطه حتى يغلي لينا مزيان. وفي هذا الوقت هذا راه كتكون الكيكه ديالنا باقي كاينه في الفران. نخليوه دابا حتى يغلي لينا مزيان وهذا نخويو عليه ان شاء الله. دابا هو غلى لينا، ملي كتشوفوه هكا يغلى كنطفيو عليه صافي، كنطفيو عليه دابا وغادي نخليوه حتى يدفى، وعاد غادي نخويو عليه الكيكه من الفوق. يعني ما نخويوش عليه هو سخون هكا، نخليوه شويه حتى يدفى، ما يبقاش هذاك البخار طالع، داكشي يدفى لينا شويه وعاد نخويو فوق الكيكه ان شاء الله. دابا من بعد ما غادي نخويو فوق هاد يعني الطبقه الثالثه، غادي ندخلوها الثلاجه واحد 3 السوايع حتى تشد راسها مزيان، وديك الساعه نخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه. يلا بقاو معايا ان شاء الله حتى نعاود نرجع معكم. دابا هي الكيكه من بعد ما خليتها 3 السوايع في الثلاجه، دابا غادي نحيدها من هذا المول هذا وغادي نزينها بشويه ديال الكركاع. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، باش ما بغيتو تزينوها بغيتو تخليوها غير هكا خليوها نتوما لكم الاختيار. بسم الله. غنحيدها دابا من هذا المول هذا. غادي ناخذوا واحد السكين وغادي نديروه على الجهه المقلوبه وغندوزوه من الجناب هو الاول هذا باش نحيدوا المول. دابا الكيكه هي هذه من بعد ما زينتها بهذا الكركا هذا، وكما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار نتوما يعني تزينوها باي حاجه عندكم، بغيتو تخليوها غير هكاك خليوها. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الطورطه. انا متاكده انها غادي تعجبكم هذه الكيكه هذه، هي جربوها ردوا عليا في لي كومونتير، وما تنسونيش شي كومونتير يكون زوين ولايك. واللي كيشوف الفيديو اول مره ما يبخلش عليا بابوني. وكنشكركم بزاف، كنشكر المتتبعين ديالي لا الجدد ولا القدام، ولا الله يخطيكم عليا. وشكرا انكم كتدعموني وكتشجعوني، شكرا بزاف. وبسلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله.